احنا سعداء طبعا الشراكه مع الاكاديميه العسكريه، احنا بنفتخر بيها طبعا، بنفتخر بان هي قلعه العلم وانها بتنشر العلم والوعي في كل مكان، واحنا شركاء من احد شركائها في نشر الوعي في جمهوريه مصر العربيه. واحنا النهارده طبعا بالدوره الثالثه ليكوا هنا في محافظه البحيره في دوره صناع القرار. عايز اقول لكم ان احنا كمؤسسه قاده بنشتغل قضيتنا الرئيسيه والمحوريه هي قضيه الوعي، قضيه الولاء والانتماء للوطن، قضيه يعني يمكن احنا مع الوقت واحنا ماشيين بتشوفوا يعني الازمات اللي بتحصل من وقت لاخر ان احنا بيبقى معانا حق في اللي احنا بنعمله، ان احنا على طول شغالين على الوعي، لان اللحظه اللي احنا يعني بنغفل فيها بيخش اي حد متطفل في النص يخش يعمل الفرقه بيننا، يحاول يوقع البلد لا قدر الله، وان شاء الله باذن الله ما حدش يقدر يوقعها. انا مش هطول عليكم، بس عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله كنا وعدنا حضراتكم ووعدنا، احنا شغالين طبعا في الدورات بتاعه الاكاديميه، ولكن احنا على الجانب الاخر عاملين اللي هي برامج الوعي اللي هي سفراء الوعي. عندنا سفراء المراه للبرلمان والمحليات كان مقرر ليها الاسبوع اللي قبل اللي فات اعتقد، ولكن كان عشان اعياد اخواتنا المسيحيين وكانت الدنيا صعبه قوي ان احنا نعمل في التوقيت دوت، يبقى هنعمل بلبله، فاجلناها وقلنا لا نتاجل لوقت تاني، هنختار وقت تاني، انما احنا على وعدنا هننفذ البرنامج ده وهننفذ كمان الطريق للبرلمان. يعني احنا عندنا برنامج تاني اسمه الطريق للبرلمان مع سفراء المرأة للبرلمان والمحليات. ده طبعا يعني القضيه هنا الرئيسيه قضيه وعي، القضية قضية وعي، سواء برامجنا كلها بتتكلم عن فكرة التأهيل والتدريب والتمكين من خلال ان احنا نبني الوعي لدى ابناء الشعب المصري كلهم صغيرا وكبيرا، يعني امرأة ورجل ايا كان، احنا ما فيش تمييز ما بين حد يعني، ولكن احنا كل اللي يهمنا ان احنا نبقى كلنا جنود في الجبهة الداخلية للدولة المصرية. يعني عندنا دلوقتي الجيش بيحمينا والحمد لله في تطور مذهل يعني، ولكن كل الخطر الداخلي اللي احنا لازم نتكاتف كلنا، ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض، ما نديش حد فرصه. يعني زي ما انا يمكن عملت فيديو امبارح كنت بتكلم، مش عايزين ندي حد فرصه يضيع اللي عملناه واللي بذلناه والتضحيات اللي عملناها على الاقل في ال11 سنه اللي فاتت، على الاقل في من 2011 واللي حصل في الدوله المصريه، مش عايزين ده يضيع. دفعنا ثمن غالي جدا عشان تحصل النهضه اللي احنا فيها والتنميه اللي احنا فيها والتطوير اللي احنا فيه، وبنينا خلاص. انتوا عارفين بالظبط كده يا جماعه، ناس كانت بتحفر عشان ترمي اساسات، رمينا الاساسات وطلعنا بالعمدان وطلع العماره وبنشتغل في الديكورات. يعني احنا خلاص على السكن، ازاي هنجني الكلام ده؟ هنجنيه، والحمد لله كل يوم بتحصل اتفاقيات برغم كل المؤامرات اللي بتحاك لينا، ورغم كده كل ده الحمد لله الدولة المصرية صامدة وماسكة ورصينة، ومش هيحصل بإذن الله أي حاجة. بس احنا كل اللي عايزينه ايه؟ كل ما تماسكنا مع بعضينا بجد، مش شعارات، أنا ما بقولش شعارات ومش خطبة، بس أنا بتكلم اللي بقوله ده قلته من 15 سنة، وأنا بقول نفس الكلام، ما غيرتوش ولا غيرت كلمة. أنا مبدئي إن التلاحم لأبناء الشعب المصري من جوه بالظبط كده، حتى في الأمن القومي يقول لك حافظ على الضغط في البالونة من جوه ومن بره، ما أنت لو حافظت على الضغط الخارجي ما ممكن تيجي لك الانفجار من الداخل. فيبقى احنا لازم نحافظ على الضغط من جوه والضغط من بره عشان نحافظ على دولتنا وعلى بلدنا، ونحافظ على انجازاتنا، ونحافظ على اللي دفعنا ثمنه كتير قوي. كلكم دفعتوا ثمن، وكلنا دفعنا ثمن من يعني متعدد الانواع.